هل خامنئي كان فعلا يطعن بالصحابة؟ نعم، واثبت لك من كتبه. في كتابه الخواص يقول عن الصحابة لما صارت الخلافة لأبو بكر وعلي على زعمهم كان يريد الخلافة، يقول: قد تكالب عليه الجميع فأصبح بين فريقين، الأول متجاهل لحقه والثاني منافق حاسد. وقال بنفس الصفحة أنه علي لما كان منشغل في تكفين الرسول عليه الصلاة والسلام فقاموا بالاستيلاء على الخلافة وسرقتها. هذا الكلام ينقال عن صحابة رسول الله، الله المستعان. وبرضه في صفحة 63 يطعن في عبد الرحمن بن عوف وقال: لم يستطع عبد الرحمن أن يعترض بشكل علني فالتجأ إلى المكر والخداع. وطعن في معاوية رضي الله عنه في كتاب الدروس العظيمة لما قال عنه: بينما معاوية يظهر كشخص وضيع. وفي له كتاب ثاني اسمه النصر مع الصبر كان يثني على من يسب الصحابة، يقول: وكان السيد النيزاري رجلا متعبدا، وأتذكر أنه كان يقرأ بصوت عالي كل يوم زيارة عاشوراء ويسلم أهل البيت ويلعن أعدائهم، وعند رافض أعداء أهل البيت هم أبو بكر وعمر. وبرضه في كتاب النداء الأخير عن بني أمية كلهم، وكذلك نفس الشيء في كتاب تاريخ الخميني عن بني أمية، وقال إنهم ولوا إلى النار. ومين من بني أمية؟ عثمان بن عفان ومعاوية بن أبي سفيان. وهو يقول: فإن من اللازم التذكير بذلك، يعني اللطم وعنهم والتنديد بهم. ويقول عن عبد الله بن الزبير أنه هو أول من شاهد شهادة زور في الإسلام، وهذا وجماعته عنده طوام أكبر من ذلك مثل الشرك وعقيدة الولاية التكوينية واعتقادهم بعصمة الأئمة، ولكن حبيت أظهر لكم سبوا للصحابة، والله المستعان.